ضوج وانت عم تلعب تخبط لك خبطه الطاوله تصير بالارض. المبرد اللي حاطينه على المعالج كانه انجن سياره، حتبقى الجوده تبعها يا سلام. ممكن قريبا نعمل تغييرات على التجميع الاساسيه تبعي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد من السلسلة المحبوبة عندكم، سلسلة ستابات المتابعين. هالمرة منتظم على الميعاد، ما تأخرت أبدا عليكم بالفيديو، شهر بالضبط عن آخر فيديو وش يعني عم بعمل فيديو جديد. في عنا شوية مشاركات صراحة لطيفة بهالفيديو، في كم فكرة غريبة إلى حد ما رح تشوفوها. كالعادة لا تنسوا تضبطونا باللايكات والاشتراكات، بدنا نوصل 100,000 يا جماعة. ورسالة سريعة من سبونسر الفيديو. ولا لكم ما في سبونسر هالفيديو، روحوا انضموا لسيرفر الديسكورد، صلنا زمان ما منشناه للسيرفر صراحة، الرابط حتلاقوه بالوصف. خلينا نبلش بالمشاركة الأولى من صديقنا يوسف من مصر، مع سيت اب اخذ زاوية باللون الأسود والكيسة بيضة والإضاءة كلها لونها نهدي. في شيء مميز بالكيسة إنه حاطط مثل ستريب إضاءة فوق الكرت، صراحة شكله مميز غريب إلى حد ما. الوهلة الأولى فكرتها إضاءة الكرت، ولكن هذا كرت الطف ما فيه خط إضاءة هيك بهالشكل. خلينا نشوف مواصفات التجميعة. الكرت هو ال RTX 3060 Ti، كرت ممتاز. المعالج هو ال i5 9600K مع بوردة زد 390 منطف. مبرد مائي كمان من اسوس روج ستريكس 240 ميلي. باور سبلاي كاتب لي كاتشب ويرز، هذا فهمان الطبخة. في باورات بقول عنها باورات كاتشب ومستردة، انه تلاقي الكابلات تبعها احمر واورنج. ما بنعرف شو وضعه الباور، هل هو كويس ولا لا. والكيسه هي ال 4000 دي الاير فلو. بالنسبه للشاشه والاكسسوارات، فالشاشه الاساسيه من اسوس الفي جي 27، هي 1080 بي 165 هرتز 27. ومثل ما بقول بالعاده انا شاشات 1080 بي ما بفضل انها تكون 27، يفضل تجيبوا ال 24. بالنسبه للاكسسوارات فالماوس ماوس الشعب جي 502 الهيرو، كمان ما من ماوساتي المفضله. الكيبورد الكي 552 غالبا من ريد دراجون، والسماعه الهايبر اكس كلاود ستينجر. السيت اب صديقي صراحه جميل، في امور بحاجه انك تطورها. اعتقد صار الوقت لانك تعمل تطوير للمنصه اللي عندك. i5 9600K 6 كور 6 ثريد، صار وضعه صعب شوي بالالعاب، ممكن تلاقي اليوزج تبعه عالي يوصل 100%. فبقترح عليك ما تطور على نفس المنصه. منصه الجيل التاسع صراحه ما تستحق التطوير من وجهه نظري. بيع البورده والمعالج وطور لشيء جديد، حيكون هذا الشيء افضل لك بكتير. باقي الامور كلها امورها تمام بشكل عام. فشكرا لمشاركتك صديقي، وخلينا ننتقل للمشاركة اللي بعدها اللي هي من صديقنا أحمد من الأردن. تجميعة صديقنا أحمد من الأردن تطلع على شكل الكيسة من جوا، بتقول بسم الله ما شاء الله، الواضح إنه شو شغل عالي. بعدين بتطلع على شكل السيت اب، يعني أنت دافع كل هالدفع ومستخسر تجيب طاولة كبيرة تحط الكيسة عليها. ما بعرف شو وضعك، تحس الطاولة اللي حاط عليها هي الطاولة تبع الدراسة اللي بتدرس عليها. خلينا نشوف شو وضع المواصفات، لأنه أحيانا الشكل بيكون خداع. بالنسبة للمواصفات فالمعالج هو الاي 7 13700F، هذا المعالج ما فيه كرت شاشة داخلي، معالج ممتاز مع بوردة زد 790 اليو دي. ما بعرف ليش جايب بوردة زد مع معالج غير داعم لكسر السرعة، انت مالك جايب معالج كي. ممكن اذا صحت لك بسعر رخيص فا اوكي، بس بالمجمل يفضل كنت تجيب البي 760، كنت وفرت بفرق السعر. بالنسبة للرامات فدي دي ار 5، وهذا الشيء ممتاز انه مستثمر بدي دي ار 5. 5200 سرعتهم 32 جيجا بايت حبتين. بينما كرت الشاشة فهو ال 4070 تي اي، بسم الله ما شاء الله الكرت ممتاز مع 150 واط الباور سبلاي، وحاطط تبريد مائي 360 ملي على المعالج. بالنسبه للشاشه والاكسسوارات فالشاشه الاساسيه هي الاوديسي جي 5 اي بي اس 2K 165 هرتز. بالنسبه للاكسسوارات فالماوس من ريزر، مو كاتب لي شو اسمه الكامل، اعتقد الديث ادر من الصور، مو واضحه الصور مظلمه كتير. بالنسبه للسماعه فالهايبر اكس كلاود 2 سماعه جدا ممتازه. صديقي تجميعتك من ناحيه المواصفات خارقه، انت ما بحاجه تطور اي شيء، بس حرام انك مالك جايب لك طاولة كبيرة حط عليها القطع كذا. هاي الطاولة كتير صغيرة، بتخاف كمان ما تكون محملة توقع شي يوم تضوج وانت عم تلعب تخبط لك خبطة الطاولة تصير بالأرض. فيعني جيب لك شي طاولة حط عليها الكيس ارفعها عن الأرض، حيبقى الشكل الجمالي عندك أحلى بكتير. شكرا لمشاركتك صديقي، وخلينا ننتقل للمشاركة اللي بعدها. المشاركة اللي بعدها من صديقنا أحمد من السعودية، مع سيت اب رايق لأبعد الحدود. أول مرة بشوف حدا مستخدم اللون الأسود والأحمر وحاطه على طاولة خشبية بهالمثالية هي. يعني
ابدعت صراحه من ناحيه الشكل. خلينا نشوف هل ابدعت بالمواصفات كمان. بالنسبه للمواصفات فكاتب لنا المعالج تم التطوير من ال 5600 جي للرايزن 7 5800 اكس 3 دي. فعنده حاليا الرايزن 7 5800 اكس 3 دي معالج ممتاز. الكارت هو 3070 تي اي كمان ممتاز، وهذا عم بيقول لنا طور عليه مؤخرا. فالواضح انه انت كان عندك تجميعه اي بي يو ال 5600 جي وبعدها ضفت عليها كارت شاشه وغيرت المعالج، وهي كانت حركه ممتازه. بورده بي 550 الاورس اليت، ورامات 32 جيجا 4 حبات 8، والكولر جايبه من بي كوايت. وبالنسبه للباور سبلاي فهو 850 واط من ثيرمال تيك. اختيار القطع صراحه جدا ممتاز، ما عندي عليه اي اعتراض. كارت 3070 تي اي كارت ممتاز، ما هو من الكروت اللي فضلتها لما جربته صراحه. اعتقد استخدمته انا قبل هيك تجميعه ال $1300. ما هالكارت اللي بحبه، ولكن اذا لقيته بسعر منيح فهذا موضوع تاني يعني. بالنسبه للاكسسوارات والشاشه، الشاشه من اسوس 27 170 هرتز 2K، شاشة ممتازة. هي الشاشة الفي جي 27 اي كيو. الشاشة الثانية من اتش بي يعني بريزولوشن قليل 1440 ب 900. كالعادة الشاشة الجانبية ايا يكن مواصفاتها ما مهم صراحة. بالنسبة للاكسسوارات فالماوس هي الام 171 وايرلس. ما بعرف شو وضع هالماوس صراحة، ماوس مكتبية عادية بتحسها، ما بتحسها ماوس جيمينج. اما الكيبورد كاتب لي اسمه الجي ام كي 67، ما بعرف شو وضعه. كمان عنده سماعة الدي تي 990 برو، فواضح انه الى حد ما شغله بيتعلق بالصوتيات لحتى مستثمر بسماعه غاليه وشاري لها داك. ممكن الماوس هي التطويره الوحيده اللي ممكن تفكر فيها اذا بتلعب العاب شوتر، فغالبا اذا بتجيب ماوس افضل من هي حيكون هالشيء افضل لك. شكرا لمشاركتك صديقي، وخلينا ننتقل للمشاركه اللي بعدها. المشاركه اللي بعدها من صديقنا سيف من العراق مع سيت اب رايق صراحه، بسيط هادي. طاوله صغيره محطوط عليها الكيسه ويلي شكلها من جوا جدا جميل. خلينا نشوف مواصفاتها ان شاء الله تكون جميله مثل شكلها. معالج هو الرايزن 5 7600 اكس، كاسر سرعته ل 5.5 على كل الانويه. معالج ممتاز بشكل عام كاداء، حاطه على بورده بي 650 من اورس اليت. الكارت هو الار اكس 6900 اكس تي، خيار ممتاز. هالكروت مؤخرا صار سعرها معقول، صار ممكن تلاقيها باسعار معقوله بالذات برا مصر، عشان الناس اللي حتسالني بمصر. بالنسبه للرامات ف 32 جيجا بايت حبتين، دي دي ار 5 سرعه 6400، اختيار موفق جدا. ملاحظ من الشكل مستخدم المبرد الديب كول ال LT 720، عملت عنه مراجعه قبل هيك. ممكن هو اوفر كيل جدا على المعالج اللي انت حاطه، ولكن الواضح انك انت كاسر سرعه وكذا، فايش لا اذا لك مرا بهالشغلات واي نوت. وبالذات انه شكل هالمبرد بالكيسه فعلا رهيب. وملاحظ كمان انه مغير مراوح المبرد المائي، موحد المراوح كلها. المراوح كاتب لي ثيرمال تيك الرينج بلس فان، كمان حركه حلوه مخليه شكل الكيسه بشكل عام احلى. بالنسبه للشاشه الاساسيه فهي من سامسونج 4K 28 انش، ما بعرف قديش الريفرش ريت تبعها، ولكن شاشه 4K و28 انش حتبقى الجوده تبعها يا سلام. اما بالنسبه للاكسسوارات فالماوس هي الجلوريوس موديل دي، ماوس ممتازه. الكيبورد من كورسير الكي 55، كيبوردات كورسير لا يعلى عليها بشكل عام. صراحه من ناحيه المواصفات فاختيارك للقطع جدا ممتاز، مالك بحاجه تطور اي شيء فعليا. عاجبني جدا اختيارك للطاوله، الشكل تبعها مثل شو اسمه الكربون فايبر، صراحه شكلها طالع جدا حلو. فشكرا لمشاركتك صديقي، وخلينا ننتقل للمشاركه اللي بعدها. المشاركه اللي بعدها من صديقنا عبد الحفيظ من الجزائر مع سيت اب سمبل بسيط ملموم هيك على بعضه. الشاشة شكلها لا يبشر بالخير، ولكن خلينا ما نستعجل بالحكم لنشوف شو المواصفات. المعالج هو الرايزن 5 5600 جي، وغالبا حتكون تجميعة اي بي يو. حط عليه كولر اسمه مارس جيمنج، ما بعرف شو وضعه، ولكن بالمجمل اي كولر هوائي حينحط على هالمعالج حتكون اموره تمام. بوردة من اسوس ب 450 ام البرايم، رامات 16 جيجا بسرعة 3600 ميجا هرتز. ويب فعلا مثل ما قلت لكم عم يستخدم الكارت الداخلي الفيجا 7. باور سبلاي 650 واط 80 بلس برونز من كولر ماستر. والكيسه من شركه سبيريت اوف جيمر الدي ام 7. الشركه شركه جزائريه، مرت معنا عده مرات قبل هيك. بالنسبه للشاشه والاكسسوارات فالشاشه الاساسيه من سامسونج 22 انش فول اتش دي تي ان 60 هرتز. بالنسبه للاكسسوارات فالماوس والهيدسيت من شركه هافيت، والكيبورد كمان من شركه هافيت. عنده كيبوردين صديقنا، كيبورد رخيص هيك والكيبورد الثاني من شركه هافيت. اكسسوارات هافيت
ما بعرف شو وضعها صراحة، أنا قلت هالشي عدة مرات قبل هيك. صديقي أنت عندك طريقة تطوير صراحة حلو جدا للتجميع اللي عندك. أنت إذا بتجيب كرت شاشة خارجي فرق الأداء حيفرق معك 180 درجة. بعد التطوير اللي حتفكر فيها هي الشاشة، فغير الشاشة، جيب شاشة هاي ريفرش ريت على حسب الكرت اللي حتجيبه. طبعا جبت مثلا 30 60 40 60، هات لك شاشة 1080p على الأقل 144 هرتز، حتاخد تجربة جدا جدا رائعة. شكرا مشاركتك صديقي، وخلينا ننتقل للمشاركة اللي بعدها. المشاركة اللي بعدها من صديقنا علي من مصر مع سيت اب بسم الله ما شاء الله، الواضح انه خرافي. اخذ السيم العربي هيك حاطظنا على الحيط، الزخرفة العربية هي صراحة شكله مميز. ما بعرف شو اللي عاجبني فيه بالضبط، ولكن فعلا شكل السيت اب كله على بعضه حلو. ممكن لون الحيط مع اختيار اللون الاسود، الكيبورد الابيض، الكيسة البيضاء، فيه شيء بيجذب العين. هالسيت اب ما عم بعرف حط اصبعتي عليه. خلينا نشوف مواصفاته. بالنسبة للمذر بورد البي 760 التف بلس من اسوس، المعالج هو الاي 5 13600 كي اف، معالج جدا ممتاز. كرت شاشة الار تي اكس 4060 تي اي، مو محدد لنا نسخة 8 ولا 16. بالنسبة للتبريد فحاطط مبرد للمعالج 240 ملي من كولر ماستر، 32 جيجا بايت رامات بسرعة 3600 ميجا هرتز، ومو كاتب لي قديش ساعة الباور سبلاي. الكيسة من جام دياس، وجايب كيبل لكرت الشاشة ليحطه بالطول من كولر ماستر. صراحة شكل الكرت بالطول جدا حلو. عم فكر اعمل نفس الشيء عندي، بالذات انه البورد عندي مايكرو اي تي اكس ومو عاجبني الفراغ اللي تحت صاير، فاذا بحط الكرت بالطول بغطي على شكل الفضة اللي صاير تحت. ممكن قريبا نعمل تغييرات على التجميع الاساسية تبعي. مواصفات جدا رائعة صديقي، وهنيك على الاختيارات. كنت بفضل، بس طبعا هالتفضيل شخصي مني، طالما الواضح انه القطعة كلها جديدة، فلو استثمرت بالدي دي ار 5 اعتقد كان هالشيء افضل لك. ولكن بالمجمل لساتها تعتبر خيارات جدا ممتازة، وما لك بحاجة تطور اي شيء فعليا. بالنسبة للشاشة فالشاشة الاساسية من الين وير 25 انش 240 هرتز، هي غالبا شاشة 1080p. بالنسبة للاكسسوارات فالماوس هي اللوجيتك جي برو، ماوس ممتازة. السماعة كمان من لوجيتك البرو اكس، والكيبورد من ايبو ميكر التي اتش 80. صراحة الاكسسوارات جدا رائعة، اختيار القطع كله بشكل عام ممتاز. الواضح انه تركيزك على الهاي ريفرش ريت، فجايب شاشة 240 هرتز على 4060 تي اي. ال 4060 تي اي ممكن تمشيه على شاشة 2K وممكن تخليه على 1080، فمالي شايفه خيار خطأ ابدا. سيت اب جدا رائع صديقي، شكرا لمشاركتك. وخلينا ننتقل للمشاركة اللي بعدها من صديقنا عمر من سلطنة عمان. صديقنا عمر عنده سيت اب صراحة رائع، ولكن الملاحظة الأولى حاط الكيسة بالأرض، شكله ما هو أفضل شيء، والواضح إنه الكيسة من الكيسات البري بيلت. فخلينا نشوف شو الوضع هون. بالنسبة لمواصفات التجميع فالمعالج هو الزيون E5 1650 V4، هذا المعالج 6 كور 12 ثريد. معالج شغال، ما هو أفضل شيء، ما بنصح فيه صراحة أنك تشتريه حاليا، ولكن شغال ما له سيء. الكرت هو RX 580 نسخة 8 جيجا بايت و32 جيجا بايت رامات، كاتب لي سنجل، غالبا سنجل شانل قصده، ما له مبين معي للاسف من الصوره اللي جوا التجميعه. الكيسه من جوا بتحس المبرد اللي حاطينه على المعالج كانه انجن سياره ما بتحسه كولر ابدا للمعالج صراحه. الشاشه من جيجا بايت، الام 27 كيو، هي 2K 170 هرتز، وصراحه اوفر كيل جدا على التجميع اللي عندك RX 580 هو بالزور شغال على 1080p، فجايب له 2K ليه؟ غريب يعني اختيارك. بالنسبه للماوس هو ريزر ديس ادر، الكيبورد الكي 552 من ريد دراجون، سماعه اشتريتها مستعمله كاتب لي. صديقنا عم يسالني شو تنصحني طور. بالنسبه لحالتك صديقي فبنصحك تبيع التجميعه كلها وتعمل تجميعه جديده، لانه التطوير على تجميعه مثل هي غالبا حيكون شبه مستحيل. باور سبلاي حيكون دوبه كافي على قد القطع، وانت المشكله اصلا عندك انه بدك تغيير بورده مشان تقدر تحط معالج افضل. فيب بيع التجميعة كلها على بعضها واشتري شيء جديد حيكون أفضل لك. بالنسبة للشكل فصراحة جدا جميل الشكل، ولكن بنصحك تحط الكيسة على اليسار، يعني حيكون الشكل كله بشكل عام أحلى. شكرا مشاركتك صديقي، وخلينا ننتقل للمشاركة اللي بعدها من صديقنا فرات من تونس. ومشاركات تونس جدا قليلة، مع أنه صديقنا بعت لي صور قليلة جدا وصورة الكيسة من جوا غير واضحة تماما، ولكن بسبب قلة مشاركات تونس فاضطريت إني طلعها. سيت اب جدا بسيط، خلينا
نشوف شو مواصفاته. الاي 5 12400 اف كارت ال 4060 مواصفات رائعه صراحه. 16 جيجا بايت رامات من سيليكون باور، مو كاتب لي مواصفاتها. كمان البورده مو كاتب لي اسمها، اعتقد انه دي دي ار 4 والله اعلم، لانه 16 جيجا وحبتين 8 و8. الشاشه اللي عم يستخدمها هي تلفزيون 1366 في 768. والله حرام هذا الشيء اللي عامله. بالنسبه للاكسسوارات فالماوس من ام اس اي الجي ام 41، والكيبورد من كولر ماستر سي اكس 550، سماعه من ريد دراجون. في عده شغلات غريبه شوي بالسيت اب تبعك. اولا بالنسبه للشكل الجمالي، فانا ما بفضل تحط اي قطعه قماش تحت الكيسه، او يعني بشكل عام تحت السيت اب على الطاوله، شكلها ما بيكون كويس صراحه. يفضل اذا عندك طاوله مثلا شكلها ما افضل شيء، فيها تقحيط، فيها كذا، بدك تغطي، جيب ورق جدران وحطه عليها، حيطلع الشكل من وجهه نظري احلى بكتير، احسن ما تجيب لك قطعه قماش مثل هي. بالنسبه للمواصفات فعندك ال 4060 مع اي 5 12400 اف، شايف حرام جدا انك حاطه على شاشه تلفزيون دقه 768 اللي هي كأنه HD، فجيب لك شاشة فول HD هاي ريفرش ريت، حتختلف التجربة 180 درجة معه. فشكرا لمشاركتك صديقي، وخلينا ننتقل للمشاركة اللي بعدها من صديقنا مازن من تركيا. تجميعة صديقنا مازن صراحة كشكل الواضح انها جدا رائعة، عاجبني جدا شكل الكيس، ولكن يلي مو عاجبني هو التصوير. كل الصور مزوم كتير فيها، يا اخي صور من بعيد، خليني انا زوم، انا بقدر زوم، ما في داعي تزوم لي. خلينا نشوف شو المواصفات. معالج هو الرايزن 5 5600 على بورد البي 550 الاورس اليت، حط مبرد هوائي الانزي اكس تي 120، رامات 32 جيجا 4 حبات، سرعه 3600 ميجا هرتز، وكارت ال 3070 من روج ستريكس. الكيسه الانزي اكس تي الاتش 5، ولكن هي نسخه الفلو، بيبقى التهويه فيها افضل بكتير من الاتش 5 العاديه. بالنسبه للشاشه فهي من اسوس اي بي اس 1080 بي 165 هرتز، والاكسسوارات اللوجيتك جي برو وايرلس، ماوس خارقه، سماعه من ستيل سيريس الاركيتس 7 كمان سماعه ممتازه، كيبورد الكي 617 من ريد دراجون. مواصفات صراحه جدا رائعه، ما عندي عليها اي تعليق، وفعليا انت مالك بحاجه تطور اي شيء. 3070 لساته كارت جدا قوي، معالج 5600 لساته معالج جدا ممتاز وبيعطيك اداء رائع. حاطه على شاشه 1080 بي 165 هرتز، وضع الى حد ما مثالي، بامكانك تجيب شاشه 2K. اختيار الاكسسوارات كمان كان جدا موفق. فشكرا مشاركتك صديقي، وخلينا ننتقل للمشاركه الاخيره معنا من صديقنا مجد من سوريا، مع سيت اب جدا رايق، مع حيطان مميزه صراحه. هون في مثل ورق جدران اعتقد، وهون كمان على الحيط الثاني في شو بيسموه هذا، شكل كريستالي هيك، صراحه جدا حلو. بالنسبه لمواصفات التجميعه فالبورده هي البي 450 الاف من روج ستريكس، كارت ال 4070، ومعالج الرايزن 7 5800 اكس 3 دي، 32 جيجا بايت رامات، سرعه 3200، حاطط مبرد مائي الانزي اكس تي كراكن 240 ملي، والكيسه شركه ما بعرف شو اسمها، حاترك لكم الاسم، باور سبلاي 650 واط من كولر ماستر. مواصفات صراحه جدا ممتازه. ما بعرف اذا انت اخذ ال 4070 على البي 450 والرايزن 7 5800 اكس 3 دي بالاصل، ولا انت مطور من تجميعه قديمه. اذا انت شاري هالشي جديد فما بنصح بهالشي حاليا، خذ منصه جديده. كنت بنصحك تاخذ مثلا بورده بي 650 مع شي معالج من المعالجات الجديده، احسن ما تستثمر بمنصه قديمه. ممكن يكلفك الموضوع شوي زياده لانك رح تضطر كمان تجيب رامات دي دي ار 5، ولكن من وجهه نظري حيكون استثمار افضل من انك تستثمر بمنصه قديمه غالبا ما تنشوف معالجات جديده عليها. ولكن بالمجمل انا ما عم بخس بالقطعه اللي عندك، القطعه اللي عندك خارقه، المعالج ممتاز، الكرت رائع. خلينا نشوف شو وضع الاكسسوارات والشاشه. الشاشه الاساسيه هي فول اتش دي 240 هرتز في اي كيرف، وهذا اللي ما اوافقك عليه صراحه. بالنسبه للاكسسوارات فالكيبورد من شركه اجاز اي كي 33، الماوس الشعب الجي 502 هيرو، السماعه الكلاود 2 من هايبر اكس. الشغله الوحيده اللي ممكن ما وافقك عليها هي اختيار الشاشه. 4070 يا جماعه بده شاشه 2K، حرام ينحط على شاشه فول اتش دي بغض النظر عن الريفرش ريت العالي للشاشه اللي عندك. شكل السيت اب عندك صراحه جدا جميل، ممكن كان حيكون اجمل شوي لو كنت جايب الكيسه بيضه والقطعه بيضه، يعني حيبقى شكله لايق اكثر على المحيط اللي حواليه اللي كله ابيض بابيض. ولكن بالمجمل اختيارات موفقه جدا، وهذا الفيديو حيكون صعب كتير اني اختار فيه
افضل تجميعتين من ناحيه الشكل ومن ناحيه القيمه مقابل سعر. خلينا اول شيء نركز على الشكل، وصراحه لهلا خاطفتني تجميعة صديقنا احمد من السعوديه يلي وظف اللون الاحمر والاسود بشكل خرافي. صراحه تجميعة بسيطه، خشبي اسود احمر، 3 الوان، جدا جدا طالع رائع، بسيط جدا مثل ما قلت لكم. وفعلا من وجهه نظري هي الافضل من ناحيه الشكل من كل المشاركات اللي ظهرت. اما هلا الاختيار الاصعب يلي هو من ناحيه المواصفات، مين الافضل كقيمه مقابل سعر. صار لي 5 دقائق صافن بكل التجميعات وفعلا محتار، كل وحده فيها شيء مختلف عن الثاني، ولكن اكثر تجميعه شايفها منطقيه هي، ممكن ناس كتير ما توافقني على الشيء، ولكن هي تجميعة صديقنا مازن من تركيا. معالج الرايزن 5 5600 سعره حاليا ممتاز بالسوق، على بوردة بي 550 الاورس اليت، وبرد هوائي رخيص بس مشان يمشي امور المعالج، وانت فعليا مو بحاجته اذا حتعمل اندر فولت. 32 جيجا بايت كمان بسرعه 3600، اختيار ممتاز للمعالج. جايب كارت 3070 ويلي لحد هلا يعتبر كارت جدا ممتاز. حاطه على شاشه اي بي اس، صحيح اي تي بي ممكن هي الشغله الوحيده اللي ولكن 165 هرتز واي بي اس. شاشه اسوس تعتبر كمان رائعه. اختيار الاكسسوارات كمان كتير عجبني، الماوس جي برو وايرلس ماوس ممتازه، والسماعه كمان من ستيل سيريس ممتازه. فهي اكثر وحده منطقيه لقيتها. انتوا اكتبوا لي شو رايكم بالتعليقات، شو التجميعه الافضل من ناحيه الشكل، شو التجميعه الافضل من وجهه نظركم من ناحيه القيمه مقابل السعر. بالنهايه طبعا حابب اشكر كل الناس اللي شاركت، لسه في كتير مشاركات ما انعرضت، يمكن هدول مشاركات من شهر 1 اعتقد، فيعني صار لهم مبعوثين شي 4 شهور. اذا مشاركتك قبل شهر 1 فغالبا في شي غلط، مشان هيك ما عرضتها، يا الصور كلها طوليه، يا الصور مو واضحه، يا مو كاتب لي كل شيء، يعني في سبب خلاني ما اعرض لك التجميعه تبعك. بالنهايه طبعا حابب اشكر كل المنتسبين للقناه، ارجع اتسلى بهذا الفيديو راح احط لك اياه، وشكرا لكم جميعا على المشاهده. السلام عليكم.